السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. انا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم كنت غادي نقاد الحامض مرقد، وانا نقول علاش اللي ما نشاركوش مع البنات. ما تعرف هذا الفيديو يجي في ايد شي وحده مبتدئه، او لا ما كيطلعش ليها مثلا، ما كيصدقش ليها الحامض مرقد. يعني راه كل وحده والطريقه ديالها كيفاش كتقادو. هذاك الشيء علاش قلت نشاركو مع البنات ونشاركو معكم في القناه ديالي، علاش لا. دابا خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا الحامض، يعني كتختاروا الحامض اللي تيكون كيجي متوسط، ماشي داك الكبير بزاف وماشي داك الصغيور، يعني هذا المتوسط كيجي زوين في الطرقات. وحتى ملي كتحتاجي مثلا شي حامضه ولا شي حاجه على حسب ديكوري بها الدجاج ولا شي حاجه، كتكون يعني متوسطه زوينه. هنايا شديتو غسلتو ودرتو في هاد الشبيكه تاع السقطر. عاد باش غادي نديرو باش نعمرو في هاد القريعات ديال الزاج. هو من الاحسن تقادوه في القراعي تاع الزاج، هما اللي كيطلعوا الحامض مرقد زوين، احسن من داكشي ديال البلاستيك ولا احسن من اي حاجه اخرى. خليكم معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا غناخذ هاد الحامضه هكا، غنحيد لها هاد العيبه من هنا حتى هذه هكا، كنقسمها على 4 وكنبدا نعمر. كنعمر بحال هكا الحامضه بالملحه، وكنديرها في القريعه ديالها، وكنبقى على هاد العمليه هذه حتى نكمل كاع الحامض اللي عندي. هذه قطعتها بالعكس، كان خاصني نقطعها من هنا قطعتها بالعكس، لكن ماشي مشكل. كنبقى بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. وهنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما يعني عمرت هاد القريعات اللي عندي، انا راه باقي عندي الحامض، غادي نكمل الكميه الاخرى. انا فقط هاد الجوجات غير باش نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. واحد القضيه كنديرها ليه، الا كنت مزروبه على الحامض وبغيتو باش يعني يطيب ليا بالزربه ونستخدمه، ديما داك الحامض اللي تيكون عندي قديم كناخذ داك الماء ديالو كنصفيه وكنزيدو فوقهم من الفوق. الصراحه الماء ديال الحامض الاولاني اللي تيكون قديم هذا كيعاونوا على انه باش دغا كيطيب داك الحامض، يعني دغا تستخدموه ما كيجلسش مده طويله. وهكا كنوصل للنهايه ديال الفيديو، شاركت معكم الطريقه ديالي ديال الحامض. الا بغيتي تستخدميه بالزربه يعني ما يطولش لك، ديما يعني استخدمي الماء ديال الحامض القديم اللي تيكون عندك، لحقاش هو تيكون يعني كلشي فيه طبيعي ديال الدار، غير يعني الحامض والملحه، واحد شويه ديال الزيت من الفوق باش ما يخسرش لكم الحامض. وصافي، هذه هي الطريقه ديالي ديال الحامض. شكرا بزاف لكم على مشاهده ديال الفيديو، كنتمنى يكون خفيف ظريف عليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.